صباح الفل والياسمين عليكم. احلى صباح في الدنيا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بافضل حال. النهارده عايزه اتكلم معاكم في الموضوع ده شيق جدا. ازاي تكوني احسن نسخه من نفسك انتي، مش من حد تاني. طبعا ان انتي تكوني احسن نسخه من نفسك مش معنى كده ان انتي تغيري شخصيتك او ان هويتك تتغير ابدا. لا، احنا بنطلع احسن حاجة جوانا، وهو ده اللي قال عليه القرآن الكريم، ان احنا دايما نجاهد نفسنا ان احنا نوصل لاحسن حاجة جوانا. دايما يبقى في احسان لنفسنا احنا قبل من اللي حوالينا. وطبعا التغيير اللي احنا بنتكلم عليه هو يا اما تغيير من بره في الشكل وفي اللبس وفي كل حاجة، وفي البشرة وفي الشعر وفي كله، يا اما طبعا التغيير الداخلي في شخصية الانسان وبذاته. وطبعا هنا في نموذجين من البشر عموما. نموذج دايما بيحب يغير نفسه ويطور نفسه للأفضل، ويحسن من أخلاقه، ويدرب نفسه ازاي يوصل بيها، ويجاهد نفسه انه يوصل بيها لأحسن حاجة زي ما قال ربنا والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونموذج تاني سايب نفسه خالص، ما بيجاهدش انه يبقى احسن حاجة سواء بالشكل او من بره او من جوه. طبعا الكمال لله عز وجل. احنا مش بندور ان احنا نبقى كاملين خالص، لا، احنا دايما بنسعى ان احنا نكون افضل نسخة من نفسنا احنا وشخصيتنا احنا، بدون ما نفقد هويتنا او ان احنا نبقى شخصية تانية. بالعكس تماما، لا، احنا دايما ندور ازاي نكون في ابهى صورة، في احسن صورة. نشوف بشرتنا محتاجة ايه، نشوف شعرنا محتاج ايه، نشوف كل الحلو اللي فينا ونبرزه اكتر. حتى داخليا في شخصيتنا احنا دايما ندور على الحاجة الحلوة اللي فينا ونحسنها. لو في عصبية، ندرب نفسنا مرة في مرة في طريقة الكلام او في الحوار دايما علشان نوصل لمستوى افضل من الحديث، وان العصبية دي ما تبقاش موجودة مع التدريب في الوقت. وكمان ان نحل مشاكلنا بكل هدوء، نوصل لحد معين من اننا في الادراك ان احنا لازم نكون هادين علشان خاطر نوصل للي احنا عايزينه. وطبيعي علشان نوصل ان احنا نكون افضل نسخة من نفسنا سواء خارجيا بالاهتمام بالبشرة والشعر وكل حاجة حلوة فينا زي ما ربنا خلقنا كده، ان احنا نضيف خطوة او خطوتين للاهتمام كل يوم في الروتين بتاعنا. ده بالنسبة للحاجة اللي بره. كريم معين انت بتحطيه لبشرتك، حمامات كريم معينة لشعرك، اهتمام ببشرتك. لو انت بتهتمي بالنظافة الشخصية، اهتمي بيها بخطوة او بخطوتين اكتر. فمن هنا بيجي الاهتمام وبيبان مع الوقت. مش لازم نصرف مثلا فلوس كتير خالص. انت ممكن تعملي مثلا حمام كريم، ممكن تعملي زيوت طبيعية لشعرك، تعملي حاجات معينة للاهتمام. يعني حبي نفسك بمعنى الأصح. لازم ان انت تحبي نفسك وتحسني منها وتحلي منها، طبعا ابتغاء وجه ربنا في الأول والأخير. طبعا ان دي أمانة واحنا هنسلمها لربنا في الآخر. دي أول حاجة. تاني حاجة الاهتمام الداخلي، وانك تحسني شخصيتك وتحسني ذاتك من جوه. ده بتوصلي بيه سبحان الله للفضل والإحسان على نفسك، ان انت بتطلعي منها احسن نسخة، احسن خلق، الخلق الكريم اللي ربنا قال عليه في التعامل. وده برضو ابتغاء لوجه ربنا الكريم، ان انت بتعملي كده تكوني احسن حاجة في الدنيا. انت كده ربنا يعطيك الخير كله. كل ما تكوني احسن وتتعاملي مع الناس احسن وخلقك يكون افضل، وتحسني منه وتحسني من اخلاقك وتحسني من ذاتك مع شكلك. كل ده بيوصل بيكي لافضل نسخة من نفسك قدام ربنا بالتدريب. دايما بالتدريب ان انتي تشيلي العادات اللي مش كويسة السيئة مع الوقت، وتحطي مكانها عادات حلوة انتي عاوزاها. بالتدريب هتيجي ان شاء الله.
دايما كده اتعودي بينك وبين نفسك تقعدي مع نفسك دايما وتحاسبي نفسك انت عملتي ايه ايجابي الفترة دي. انت عملتي ايه ايجابي مع والدتك، عملتي ايه ايجابي مع قرايبك واخواتك، عملتي ايه ايجابي مع زوجك، ايه الحاجات اللي انت قصرتي فيها من ناحية تانية والمفروض ان هي تتظبط وتتعدل. عملتي ايه لنفسك، لأهدافك، لإنجازاتك، انت أنجزتي ايه في حياتك الخاصة بتاعتك انت، عملتي ايه في شغلك، عملتي ايه طبعا علاقتك بربنا قبل اي حد، وطبعا ان انت بتعملي كل ده ابتغاء وجه ربنا الكريم وبنية آه، كويسة، بحسن النية لله، إخلاص النية لله، التعامل الكويس والأخلاق الحميدة والصفات الكويسة، وإن أنتي تحسني نفسك بأخلاقك وبشكلك طبعا لربنا. حطي دايما عادات كويسة في حياتك، زي مثلا إن أنتي تتعودي تقرأي ولو حتى صفحة واحدة كل يوم. ده بيوسع المدارك جدا جدا جدا، وبيديكي ثقافة ومعرفة في أي حاجة أنت بتحبيها. حتى لو أنت قاعدة في وسط ناس وتكلموا في موضوع أو حاجة، تعرفي تاخدي وتدي معاهم في الكلام. ممكن حتى لو أنت مش عارفة وفتح باب المجال للكلام والحديث، عادي جدا إن أنت تقولي لا أنا مش عارفة في المجال ده، أو أنا ما بعرفش في حاجة زي دي. دايما تكوني إنسانة بسيطة مش متكلفة، وخليكي حتى فيكي رقي في التعامل، فيكي أنوثة وفيكي لطف وحكمة في نفس الوقت. وخليكي يعني بنت تقيلة مش خفيفة كده. اعملي لنفسك حدود وما تتكلميش كتير وتهزري كتير، علشان خاطر يكون عندك هيبة وعندك كاريزما، محبة للناس اللي حواليك.